حياكم الله، ورجعنا نتكلم على الموضوع السنوي اللي يتجدد. أهلنا وأخواننا اللي يقولوا ليش إيجارات الشقق في ظفار مرتفعة، ويجيبوا مقارنات من برا، والمقارنة ظالمة ظالمة، لأنه ما معقولة أنه أنت تحصل في شرق آسيا في تايلاند ولا غيرها غرفة ب10 ريال لشخص واحد، وتجي وتقارنها مع شقة مثلا ب20 و25 ريال في صلالة يجلسوا فيها 10 ولا حتى 15 شخص في هذه الشقة. أولا القيمة اللي أنت تحصلها في تايلاند، هذاك عندهم الحركة السياحية شغالة على مدار العام. يعني أنت لما تقول غرفة واحدة إيجارها 10 ريال في تايلاند مثلا، فمعنى أنك أنت بتكسب 300 ريال في شهر. لكن لما تجي تقارن نفسك في صلالة وتقول والله 20 25 ريال مرتفعة، فمعنى هذا انك انت بتشتغل على شهر واحد فقط، وغير انه يعبث بمحتويات الشقة. فالمقارنة ظالمة يا اخواني، انتوا راعوا هذا الشيء. انتوا اذا كنتوا بتصيحوا على اساس انه الايجارات في صلالة مرتفعة في هذا الشهر الاستثنائي فقط، اللي ما عند أهل صلالة غير هذه الفترة، انهم يعوضوا خسائرهم. اللي بنى بناية ب400,000 وبنص مليون، ويجوا يحصل يعني 20 ريال 30 ريال في الغرفة ولا في الشقة لمدة 25 يوم أو شيء، فبالتالي هو خسران لا محالة، وطريقه مباشرة إلى الادعاء العام وإلى القضاء وإلى السجون. فلا بد أن احنا نراعي بعضنا البعض. إذا كان الآن مع حبة النغالة اللي واصلة في الشمال، الحبة تباع ب8 ريال عماني، هي حبة نغالة، حبة التمر هذه ب8 ريال، ونجي احنا نصيح على اساس انه كيف صلالة شقة بقيمة 20 و25 ريال. لا، هذه المقارنة غير عادلة حقيقة، معادلة غير حقيقة، هذا عادلة. وأنا أنصح كل من يفكر بأنه هو الآن في ظفار ويحتاج أنه يبني عشان يعمل له دخل إضافي، أنا أنصحه نصيحة لوجه الله: لا تبني في محافظة ظفار في مثل هذه الأوضاع، ولا تعتمد على فترة الخريف، لأنه فترة بسيطة جدا والناس تكتظ والمعروض صار كثير، وناهيك عن ما يخلفه السكان من مشاكل وعبث بمحتويات هذه الشقة. فالمقارنة ظالمة. أنا ضد من يقول بأنه صلالة إيجاراتها مرتفعة، مع أن قلبي على الجميع، لكن هذا هو الواقع. حبة نغالة ب8 ريال تشترى في الشمال، وهنا تصيح لما يقولوا لك الشقة ب20 ولا 25 ريال، ويكتظوا فيها العوائل في داخل هذه الشقة ويعبثوا فيها، غير أنك أنت تحصل 10 ريال في بلد سياحي خارج السلطنة، وتجلس فيها أنت بمفردك ولا أنت وزوجتك، وهذا شغال معاهم بشكل يومي في السياحة الخارجية. فمن الظلم يا أخي أنك أنت تقول صلالة وتصيح صلالة وصلالة وصلالة، ومن الظلم أنك أنت تقارن دول سياحية كبيرة في الشرق الأوسط وغيرها وتقارنها مع هذه المنطقة الفتية للسياحة صلالة. اعذرني يا أخي، اعذرني.